عليكم أخي أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكم ولكافة الإخوة المشاهدين لقناة الجيش السوري الحر. حياك الله أخي أحمد. بالبداية لو تطلعنا عن آخر المستجدات الميدانية والعسكرية والإنسانية أيضا لهذا اليوم في محافظة درعا ورفح. نعم أخي الكريم، من ساعات الصباح الأولى كان هناك قصف مدفعي عنيف من عصابات الأسد استهدف الأحياء المحررة بدرعا البلد، وتلاه الطيران الحربي الذي أغار 3 مرات على منازل المدنيين في درعا البلد، وأيضا الطيران المروحي ألقى ب4 براميل من المتفجرات على الأحياء المحررة بمدينة درعا، ولله الحمد لم يتم تسجيل أي إصابات إلى هذه اللحظة. وبعدها كان هناك غارة جوية على منطقة غرز، هذه المنطقة التي تمتد سهولها بين مدينة درعا بالجهة الشرقية باتجاه بلدة الميادن بريف درعا الشرقي، وشهدت منطقة عتمان استنفار لعصابات الأسد، وهذا الاستنفار غير مسبوق ولكن الأمور ممتازة جدا. لم يخرج من هذه العصابات أي شيء من قواتها، ولكن كانت مستنفرة، وهي المرة الأولى التي تشاهد بها عصابات الأسد بحالة استنفار في بلدة عتمان المتاخمة لمدينة درعا بالجهة الشمالية. أما بلدة اليدودة فقد قصفت بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة من عصابات الأسد التي استهدفت منازل المدنيين في منطقة اللجاء. قوات وعصابات الأسد المتواجدة بمستودعات الكم استهدفت قرية المجيدل بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة بعد ظهر هذا اليوم. هذه الاستهدافات استهدفت منازل المدنيين بالإضافة إلى أحد المدارس المتواجدة في البلدة، ولم يتم تسجيل إصابات، ونسأل الله السلامة للجميع. أما إذا ذهبنا إلى الاشتباكات والعمل الميداني والعسكري والكبير والمشرف الذي يقوم به الجيش الحر وغرفة البنيان المرصوص العاملة في مدينة درعا، فاليوم 35 لمعركة الموت ولا المذلة مستمرة بأيامها الرائعة جدا، بأيامها التي تشهد التنسيق الكبير بين الجيش الحر والمدنيين وكل القائمين على العمل العسكري. الأمور ممتازة جدا. هناك اشتباكات عنيفة اندلعت صباحا واستمرت إلى هذه اللحظات، تزداد وتيرة الاشتباكات بعض الأحيان وتخف في إمتازة جدا. اليوم 35 لمعركة الموت وللمذلة شهد الكثير والكثير من العمليات العسكرية، قصف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة واستهداف وتبادل القصف بين الجيش الحر وعصابات الأسد. وأعلنت غرفة البنيان المرصوص اليوم عن مقتل العميد شرف أحمد اليوسف، هذا بدون شرف، قلنا شرف آسفين. العميد قتل اليوم وهو من ريف حمص، وأيضا هناك رائد يدعى أيمن حيدر وملازم محمد دبل وماهر فضل حمود والشبيح سليمان فاعوري بالإضافة إلى كامل حسن يوسف. قتلوا الستة هؤلاء بمعركة الموت ولما على ثرى حي المنشية الذي يرتقي عليه الشهداء الذين نفتخر بهم، ونقول أسماء قتلى عصابات الأسد فقط لكي لا تقول هذه العصابات ولا يقول إعلام هذه العصابات بأننا نغير الحقائق ونبدل ونقوم بالفبركات ونقول بأرقام وهمية وما إلى ذلك. نقول لهذه العصابات أعد أحمد اليوسف هذا العميد الذي قتل اليوم من ريف حمص، وأيضا أمين حيدر هذا الرائد من حماة، قتلوا في حي المنشية ولم تشاهد جثثهم، إنما أهلهم سيستلمون ساعات حيط أو إحرامات بدل من هؤلاء، ونحن نفتخر ونعتز وهدائنا وهم يتركون الجثث في الطرقات ويتركون الجرحى ليموتون تحت الأنقاض في حي المنشية، لا يتمكنون حتى من الوصول إليهم وجلبهم من ساحة المعركة نتيجة القصف العنيف والعمل الكبير والجبار من الجيش الحر في هذه المعركة. نعم الأمور ممتازة. الجيش الحر يطلق أو ينشر بعض الصور للقطاعات الجديدة التي تمكن من التوغل إليها والسيطرة عليها، وهناك المحاولات البائسة والفاشلة من عصابات الأسد التي تحاول التقدم إلى هذه المناطق، لكن الجيش الحر مصمم على ذلك، يمنعهم من التقدم، يمنعهم من أي حركة في حي المنشية، فكل ذلك مرصود وكل ذلك يتم السيطرة عليه من خلال غرف الرصد والمتابعة التي تقوم بها غرفة البنيان المرصوص، وهناك المختصين برصد وتحركات عصابات الأسد في المنطقة. القطاعات التي أعلنت عنها غرفة البنيان المرصوص إلى هذه اللحظة التي تم تحريرها هي قطاع أبو نجيب وقطاع الدادة بالإضافة إلى قطاع السنفور وقطاع السيرياتيل، وكلها متواجدة بحي المنشية، وكانت خطوط دفاع كبيرة جدا وعنيفة لعصابات الأسد.
في هذه المنطقة. التوغل للجيش الحر، وللحقيقة نذكر أن التوغل أقل من 40% من حي المنشية في معركة الموت ولا المذلة بيومها 35، ولا الأنباء الأخرى التي تقول أن هناك 70% و80% من حي المنشية تم السيطرة عليه. هذه كل الأنباء غير صحيحة وغير دقيقة. البنيان المرصوص هي الصح والأحق والأفضل، وهي التي على الأرض النسبة لا تتجاوز 40%. قد يسأل الكثير لماذا؟ نقول لهم التحسينات الكبيرة لعصابات الأسد، الأعداد الهائلة والكبيرة من هذه العصابات، الخوف من الجيش الحر من التقدم بشكل كبير وسريع في المنطقة، خوفا من الألغام وشروك الألغام وحقول الألغام التي تقوم بها عصابات الأسد، وما تقوم به هذه العصابات من تحسينات. كل منزل، كل بيت في حي المنشية هناك ثكنة عسكرية لعصابات الأسد. هناك الكثير والكثير من هذه العصابات، واستخدمت الإيراني واستخدمت اللبناني واستخدمت الجبناء والنجباء وما إلى ذلك إلى حي المنشية. هذه الذين يتم استخدامهم من حي المنشية يكونون بدلا للذين تم قتلهم والذين خرجوا من أرض المعركة بالجرحى. فتحاول عصابات الأسد تغيير بعض الوجوه الخائفة البائسة التي تخرج من حي المنشية هاربة، فيلتقيهم الإيراني في حي سجنة في بناء السكن الشبابي، ويقوم بقتلهم هناك ومنعهم من الخروج بعد أن يعفشوا المنازل ويسرقوا كل شيء بمحتويات المنازل. يحاولون الهرب جبنا وخوفا، يقوم الإيراني بقتلهم وأخذ التعفيش. ما بس بقتلهم وبأخذ منهم. السارق كالسارق كالوارث من أبيه. هؤلاء هكذا يعملون، هكذا يفكرون، فقط بالسرقة والنهب والسلب. لا يستطيعون أن يتقدموا شبرا واحدا. الأمور ممتازة جدا، الأمور تثلج الصدور ولله الحمد. الحملة الشعبية ما تزال بقوة وتقوى من يوم إلى آخر مع هذه الانتصارات ومع هذه الأمور الجيدة جدا ولله الحمد. عصابات الأسد استخدمت كل شرطتها، إن كانوا الذين كانوا في الحراسات والذين كانوا في الدوريات النجدة والأمن الجنائي والأمن السياسي، بالإضافة إلى تبعين البلديات، واللي كانوا يطلعوا دوريات على العربايات، واللي كانوا يطلعوا دوريات يلموا من الشوارع. كله السعنيت بحي المنشية، كله بده يروح على الفرامة بعون الله تعالى. الجيش الحر مصمم على ذلك والله العظيم. وكانت النداءات التي وجهها الجيش الحر والرسائل والبيانات لعصابات الأسد والموجودين في حي المنشية بضرورة تسليم أنفسكم للجيش الحر، ولا تهربوا إلى الإيراني وجهة الإيراني فهو يقتلكم، فنحن نستقبلكم في الجيش الحر. والجيش الحر هو المخلص وهو الذي سيكون بديلا عنكم جميعا، وسيكون هو الحاكم في هذه المناطق بعون الله تعالى. وسنرى منه كل الرفق والإنسانية، بعكس الذي كان عندكم بالقتل والإجرام والتدمير. الذي يهرب يتم قتله، الذي بنجرح بنترك بأرض المعركة، اللي بموت بتركوه تحت الأنقاض. مستحيل تطلعوا واحد، مستحيل تجيبوا واحد، بتركوا الكل. بتجيبوا الطيارات بتسقط، بتجيبوا الدبابة بتسقط. التحسينات تبعكم مكشوفة. الخنادق اللي عملتوها شمال سجنة بقبال الشرطة العسكرية والمساكن العسكرية كلها مراقبة وشايفينها ومرصودة ولله الحمد. اللي جبتوهم من مناطق أخرى، إيرانيين لبنانيين، بنعرف وين بقعدوا بالبناية الثالثة بالسكن الشبابي. كله مكشوف بعون الله تعالى. مهما فعلتم، مهما عملتم، شو ما سويتوا، كل الأمور مكشوفة. الأمور ممتازة جدا. المعركة ما تزال مستمرة في معركة البنيان المرصوص في درعا البلد. الأمور ممتازة جدا. العالم ينظر إلينا في هذه المعركة رغم المؤتمرات ورغم الهدن ورغم ما بعرف شو اللي بيصير. كله ما بيأثر على معنويات الجيش الحر. مستمر بهذه المعركة بالسنة السابعة، مع بداية السنة السابعة من هذه الثورة المباركة مستمرون، ونقطع العهد على أنفسنا بأننا سنبقى مستمرون حتى إسقاط هذه الطاغية وهذا الطاغي. بالإضافة إلى ذلك هناك المناشدات الكثيرة التي تأتي من هنا وهناك لضرورة أن يكون هناك أكثر. هذه الرسالة إلى غرفة البنيان المرصوص أن تثلج الصدور أكثر، وأن تسرعوا في العمل وأن يكون هناك نوعا من غرفة البنيان المرصوص يثلج الصدور أكثر وفي ساعات متتالية ومتتابعة، لكي ويبقى الأهالي والسوريين وأبناء درعا المدينة بحالة من الثلجة الصدور ومن حالة من العزائم والمعنويات العالية. كل الشكر لغرفة البنيان المرصوص، وكل الشكر للقائمين عليها، وكل أبناؤنا أصحاب الزنود التي تعمل في حي المنشية، وكل أهلنا المهجرين الذين يعانون رغم المعاناة ورغم القساوة الأيام هذه. صمودهم الكبير والأسطوري أمام هذه الماكينة العسكرية التي تقصف بلا هوادة من احتلال روسي ومن إيراني شيعي ومن أسد ساقط بعون الله تعالى.
أما إذا ذهبنا إلى جبهات أخرى فالجيش الحر اليوم فتح معركة كبيرة وواسعة على عصابات داعش وتنظيم داعش في منطقة ريف درعا الغربي، حيث تمكن من استهداف الشركة الليبية بالإضافة إلى بلدة جلين ومحيط بلدة جلين، بالإضافة إلى تل عشترة وتل جموع براجمات الصواريخ والمدفعية. المعارك ما تزال مستمرة. يوم أمس كان هناك كلام وحديث كثير عن تحرير هذا وتحرير ذاك. نحن هنا نوجه الرسالة إلى غرفة العمليات القائمة على العمل العسكري ضد تنظيم الدولة داعش في منطقة الريف الغربي، إن كان جلين إن كان عدوان وسحم وتسيل، بضرورة التوحد والعمل بشكل واحد، ولا أن تخرج البيانات من هذا الفصيل ومن ذاك الفصيل ومن الغرفة هذه ومن الغرفة ذيك. كونوا كما تفعل غرفة البنيان المرصوص في مدينة درعا. خذوا دروس يا أخي، ما بتخسروا شيء، والله ما بتخسروا شيء. يعني إحنا بناخذ درس، بنتعلم من غيرنا. الآن أنتم في حالة من اللبكة، نقولها على العلن ونقولها أنتم في حالة من اللبكة الإعلامية. نرجو منكم أن تكون كلامكم موحد وبياناتكم موحدة، كي لا يحصل كما حصل يوم أمس أن نأخذ تل عشترة وتعود داعش تأخذ تل عشترة. وهذا الكلام نوجهه من حسرتنا ومن قلوبنا إليكم أنتم، أهلنا أبطالنا، أصحاب القوة، وكلنا أمل في جيشنا الحر. المعارك ما تزال مستمرة على أطراف مساكن جلين. الجيش الحر استهدف جيش خالد عصابات داعش بقذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة بهذه الاشتباكات. استهداف عنيف جدا من الجيش الحر لما يتواجد من عصابات داعش في محيط تل عشترة وتل عشترة وتل جموع وأيضا محيط بلدة عدوان. الاشتباكات من يوم أمس إلى هذه اللحظة مستمرة. الدعاء لجيشنا الحر البطل الذي أخذ على عاتقه تحرير المنطقة من رجس داعش ومن رجس كل الذين يتواجدون هناك. أوضاع إنسانية بغاية السوء، إن كانت في مدينة درعا أو كانت بالمخيمات أو لأهلنا الذين خرجوا من جلين ومساكن جلين وبلدة حيط. الأوضاع الإنسانية من سيء إلى أسوأ. الطرق التي خرجوا منها هي طرق صعبة جدا، فجعلت من التعب أكثر على المدنيين. لا يوجد لديهم حتى الماء، غير متوفر في أغلب المناطق. أخي أحمد بعد إذنك، بالنسبة للفصائل الكبيرة اللي بدرعا مثل جيش اليرموك ولا شباب السنة، لا نرى أي مشاركة لهم حاليا في أي معركة. أخي الكريم، الكل مشارك، لا نستطيع أن نقتص من أحد. يوم أمس كان هناك تدمير تركسين على جبهة خربة غزالة، كانت للجيش الحر وهو من الأسماء التي ذكرت. وأيضا كان هناك تدمير تركس على هذه معارك دفاعية، ليس هناك أي هجوم، مع أنه النظام في درعا ضعيف جدا. وهذه الفصائل عددها فوق 30,000، ليس لها أي حراك حتى الآن. مجموعة بسيطة من المجاهدين التي تعمل ضمن حي المنشية هي فقط الآن المعركة المفتوحة. نعم أخي الكريم، هناك مرابطة في الكثير من المناطق. لا نستطيع أن نقتص من عمل الجيش الحر، ولا نستطيع أن نتحدث بأمور سلبية عن جيشنا الحر. الكل مشارك، الكل يعمل. إن لم يكن قدم الجنود فقد يكون قدم السلاح وقدم الطعام وقدم الدعم اللوجستي. كل الأمور متواجدة. هناك تدمير لجرافتين تركس في خربة غزالة من قبل أحد الفصائل، وأيضا هناك تدمير أخرى على جبهة النعيمة يوم أمس، واشتباكات في محيط النعيمة واشتباكات متقطعة على محيط بلدة خربة غزالة. وهناك الذي يرابطون على أخي نعلم ذلك، نعلم هذا الموضوع، أن الآن المعركة أكثرها دفاعي. هذه الفصائل تقوم بالدفاع وليس بالهجوم. في عمليات تدشيم وهذا تحاول منع هذا التدشيم أو هذا. هناك حواجز كثيرة للنظام في المنطقة الجنوبية ضعيفة جدا. هذه الحواجز عدد الموجودين عليها لا يتجاوز 20 أو 30 شخص، مع ذلك لا يحصلون على الأمان ولا أحد يقترب منهم، خاصة في أكثر من حاجز في خربة غزالة وفي المنطقة الغربية وقريب من اليادودة وغيرها. نعم أخي الكريم، هذا الكلام بالواقع هو صحيح، ولكن الجيش الحر الآن ملتزم في معركتين كبيرتين، هي معركة درعا البلد، معركة الموت والمذلة، والمعركة الأخرى القابعة في جلين التي يحاول بها الجيش الحر استئصال تنظيم داعش من المنطقة. هناك استهداف لأي حركة على طريق درعا خربة غزالة من الجيش الحر المرابط هناك، وأي تحركات لعصابات الأسد في أي منطقة، كما حصل في منطقة مثلث أرياف درعا دمشق القنيطرة
الكبيرة. هناك إذن هذه الجبهة الكبيرة والواسعة الذي يرابط عليها الجيش الحر، ونحن نعرف مدى حساسية هذه المعركة، وتم تدمير مضاد يوم أول أمس على هذه الجبهة. أيضا في منطقة الشيخ مسكين هذه الجبهة المفتوحة على الجيش الحر التي تحمي بلدة إبطع وداعل، وأيضا مدينة نوى وهي واسعة جدا. هذه المنطقة أيضا يقوم الجيش الحر بالمرابطة على هذه المنطقة، مناطق واسعة وكبيرة للجيش الحر يرابط عليها في اغلب المناطق، ولا يتمكن الجيش الحر من فتح 3 أو 4 معارك في آن واحد. ومع ذلك نحن نطالب الجيش الحر الآن بفتح معارك أوسع وأكبر وأشمل نتيجة العمليات العسكرية الكبيرة التي يقوم بها الجيش الحر في مدينة دمشق، التقدمات الكبيرة في مدينة دمشق، والآن وصول الجيش الحر إلى مداخل المدينة، أو بالأحرى أنه دخل إلى مداخل المدينة وتعمق بداخل مدينة دمشق ووصل إلى بعض الأحياء. نطلب من الجيش الحر فتح معارك بكل المناطق، فتح معارك لكل المناطق لينهز الأسد. الآن عصابات الأسد والإيرانيين والروسيين في حالة تخبط في مدينة دمشق، يتخبطون إعلاميا، يتخبطون عسكريا، قاموا بوضع حظر للتجوال في كل المناطق. فلذا نطلب من الجيش الحر ليس في مدينة درعا والقنيطرة فقط، إنما في كل سوريا أن يقوموا بمعارك على عصابات الأسد. الآن هي الفرصة السانحة والكبيرة لندخل في مدينة دمشق، ولن يسقط هذا الأسد إلا من مدينة دمشق. نرجو من عبر منبركم الحر، منبر قناة الجيش السوري الحر، إلى كل الضباط والقادة والمسؤولين والذين يعرفون أي شيء عن الجيش الحر أن يقوموا بفتح معارك واسعة وكبيرة على عصابات الأسد في كل المناطق. الآن هي الفرصة الموازية. كل التحية والاحترام لأبطالنا، نرفع إجلالا وتكبيرا أمام العمل العسكري الكبير والجبار الذي يحصل في مدينة دمشق، ونرجو من الجميع بفتح معارك كبيرة وواسعة ضد هذه العصابات بكل مناطق سوريا لنضغط على هذا النظام، وبعون الله ستكون النتائج كبيرة جدا بكل المناطق، لأنه سيقوم بالدفاع عن دمشق ويخفف الضغط عن باقي المناطق، وبذلك يكون ضعيف جدا. الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة، وترتيب الصفوف والعمل تحت راية واحدة. هذه رسالتنا إلى جيشنا الحر البطل. نعم بإذن الله. شكرا جزيلا لك أخي الناش.